جماعة طول عمرنا بنقول قومي يا بت وهاتي حبيبك واجبريه يقابل ابوكي، وللشربات شربيه وللقايمة كتبيه وعلى المأذون جرجريه، وقوم بعد ما يعمل كل ده تجري وتسيبيه. دي بقى حكاية ماجي القادرة المفترية اللي قدرت تهرب من فرحها 3 مرات. وبيبدأ الفيلم باحتفالات وأفراح وزغاريت وودوني على بيت حبيبي والكلام ده، لكن ماجي العروسة بيكون ليها رأي تاني، لأنها بتاخد حصانها وبتجري بعيد عن الفرح وبتهرب من خطيبها التالت. وبنعرف إن ماجي بسبب اللي بتعمله بقت سيرتها على كل لسان، ما هي العروسة المهبوشة اللي بتهرب من الكوشة. ومن الناحية التانية بنشوف إيك الصحفي اللي بيكتب في جريدة مشهورة، لكنه اليومين دول مش في المود ومش عارف يكتب كلمتين على بعض، وبيكون قاعد في كافيه وبيقابل إلي طليقته ومديرته، وبتقول له لا يا حبيبي، ما هو أنا مش فاتحة جمعية خيرية، لو ما كتبتش مقالة تكسر الدنيا خلال يومين اعتبر نفسك مرفوض. فبيفضل إيك يفكر هيعمل إيه في المصيبة دي. وفي الوقت ده جورج بيكون قاعد بيسكر معاه في نفس المكان وسامع كلامه مع إلي، ووقتها بيقول له أنا بقى عندي ليك موضوع هيخلي الجريدة بتاعتكم رقم 1 وهتترقى بسببه كمان. فبيقول له إيه الموضوع ده، أنا في عرضك. فبيقول له جورج العروسة المهبوشة اللي بتهرب من الكوشة، وبيقول له إنه يعرف واحدة هربت 8 مرات من فرحها. فبيقول له ومين المهزأ اللي يرضى على نفسه كده؟ فبيقول له جورج قصدك المهزئين. وبيقول له يا باشا دي بتغير الرجالة كأنهم فساتين. فبيتحمس للفكرة وبيقرر يكتب عن ماجي الحرباية قليلة الرباية اللي بتكره الرجالة واللي مزاج عندها تهرب وتسيب عرسانها، وبيفضل يهاجم فيها ويقول إنها مستغلة ونصابة وإنها من الآخر كده ست فاسقة. وفعلا بتتنشر المقالة بعنوان العروسة الهاربة وبتكسر الدنيا. ومن الناحية التانية بيجي وكاندي بيقروا الجريدة وبيشوفوا اللي مكتوب عن ماجي، وساعتها بيترعبوا وبيخافوا جدا من رد فعلها، فبيروحوا لها بسرعة على محل الأدوات المنزلية اللي بتشتغل فيه، وبيتفاجئوا بإنها بتضحك وبتهزر وبتقول لهم ما بلاش بقى مقالبكم السخيفة دي، ما أنا قلت لكم إني مش ههرب من بوب وهتجوزوا المرة دي. فبيقولوا لها ثواني بس يا فنانة أنت بتقولي إيه؟ فبتقول لهم هو أنتوا مش عاملين فيا مقلب وجايبين لي الجريدة المزورة دي؟ فبيقولوا لها لا أنت اتفضحتي وسيرتك بقت على كل لسان. فبتتعصب وبتقرر تكتب جواب للجريدة تهزقهم، وبتقول لهم على فكرة بقى أنا ما هربتش غير 3 مرات بس، وبتهددهم إنها هترفع عليهم قضية تشهير ونشر معلومات غلط عنها. وطبعا رسالتها بتوصل لإلي اللي بتطلب من السكرتيرة إنها تجيب لها من تحت تقطيع الأرض، ووقتها بيكون فاكر إنها هتكافئه، لكنه بيتفاجئ إنها بتهزقه وبتقول له منك لله الجريدة هتقفل بسببك. وبتسأله عن حكاية ماجي دي عرفها منين؟ فبيقول لها لا بعد إذنك الصحفي ما بيقولش على مصادره أبدا. وطبعا بيقول كده علشان يداري على خيبته، ما هو أكيد مش هيقول لها إنه عرف حكاية ماجي من واحد سكران اتعرف عليه. المهم إنها بتعرفه إن ماجي هترفع عليهم قضية تشهير، وإلي بتقرر ترفضه وتنزل اعتذار لماجي. فبيتعصب منها وبيتهمها بإنها مش طايقاه علشان هو طليقها وإنها بتتلكك له. فبتقول له إلي إنها ست بروفيشنال وبتطلب منه يجيب إثبات إن ماجي كلامها غلط وساعتها بس هيرجع شغله. بعدها الجريدة بتنزل اعتذار لماجي وبتفرح لما بتقراه، ووقتها بوب بيكون جايب لها أدوات تسلق لجبل إيفرست، ودي بتكون هدية الهانيمون بتاعهم. فبتقول له ماجي إنها بتحبه وعمرها ما هتهرب منه إن شاء الله. وفي الوقت ده بيقرر يروح المدينة اللي ماجي عايشة فيها علشان يلاقي أي دليل يثبت إنها مستغلة ومجنونة وبتكره الرجالة، وبالتالي يقدر يرجع للمجلة. وبمجرد ما بيوصل بيدخل يسأل عليها في محل كوافير، وبالصدفة الكوافير ده بيكون بتاع بيجي صاحبتها. ومش بس كده، ده ماجي بتكون هي كمان موجودة وبتعرفه، وبتقرر إنها تنتقم منه على طريقتها الخاصة. فبتقوله إنها تعرف مكان ماجي وهتوديه ليها، لكن لما يعملوا معاه الواجب الأول. وبتصمم إنهم يحلقوا له شعره، وطبعا مش ده اللي بيحصل، وده لأن ماجي بتصبغ له شعره وبتخليه شبه البغبغان، وبتقوله إنه لو ما بعدش عن سكتها هتزعله، وكفاية قوي الكلام اللي كتبوا عليها. فبيقول لها إنه مش هيسيبها في حالها إلا لما يثبت لكل الناس إنها ست لعوب بتستغل مشاعر الرجالة. فبتقول له ماجي أنت ما تعرفش حاجة عني علشان تقول عليا كده، وبتعرفه إنها مخطوبة وهتتجوز المرة دي وهتخلي شكله عرة قدام الكل. وبالليل ماجي بترجع البيت وبتتفاجئ قاعد مع أبوها وبوب خطيبها ومتصاحب عليهم، وهما الاتنين بيحكوا له عن فضايح
مصالح ومصايب ماجي. فماجي بتتغاظ منه وبتتغاظ اكتر من ابوها لما بيقول لإيك انه مصور ال3 افراح بتوع بنته، وبيقول له انه فضل يتفرج عليهم 50 مرة علشان يعرف هي بنته هربت ليه. بعدها بيتجمعوا كلهم على العشاء، وحرفيا ماجي بتبقى قاعدة مش طايقاه، ووقتها إيك بيستغل الفرصة وبيسرق شرايط الفيديو اللي متسجل عليها افراح ماجي، ولما بيروح اوضته في الفندق بيبدأ يتفرج عليها. وبيبدأ بأول فرح لما كانت مخطوبة لجيل، وكان واضح ان ماجي سنها صغير وان جيل خطيبها الاولاني كان اول حب في حياتها. وعلى الرغم من كده الا ان الواطية برضه سابته يوم الفرح، ومن يومها وجيل يا عيني اتعقد وبقى كاهن ورفض الجواز اساسا. اما بقى الفرح التاني فكان فرحها هي ووالتر، وده بقى كانت دايما بتقول عليه حبيب عمرها والسول ميت بتاعها، وكانت دايما تقولك هو ده اللي كان ناقصني، حلو وكاريزما وعجبني. بس برضه الواطية سابته وهربت. ونيجي بقى للتالت واللي يبقى جورج، واللي فضلت تحلف لكل الناس ان التالتة تابتة وانها مش هتسيبه لانه مش زي الاتنين اللي قبله. وساعتها دخلت الفرح بحصان وفاكرة نفسها شهرزاد وكده، واول ما شافته قالت لا مش مرتاحة كده، مش حاسة، وبتهرب وبتسيبه زي اللي قبله. ووقتها إيك بيستغرب جدا ومش بيبقى عارف هي ليه هربت من كل الرجالة دول، يعني مش طبيعي يكونوا كلهم توكسيك ويستاهلوا الحرق، أكيد هي اللي حرباية وقليلة الرباية. وتاني يوم بيشوفها بالصدفة وهي في محل كيك وبتختار شكل العريس اللي هيبقى في التورتة، فبيقول لها إيك شكل العريس كده كده هيبقى عرق لما تهربي وتسيبيه زي كل مرة. فبتقول له ماجي إنها مش هتهرب المرة دي لأنها مقتنعة جدا ببوب بتحبه. بعدها بتروح لبوب الملعب، وبنعرف ان بوب مدير فني قد الدنيا، وبتحاول ماجي طول الوقت انها تثبت لإيك انها بتحب بوب. واول ما بتشوفه بتقول له do you love me، فبيقول لها do you. وبعد كده ماجي بتروح لجيل في الكنيسة، وبنعرف ان جيل اقرب صديق ليها، وبتحكي له على عمايل إيك معاها وانه محاصرها ومراقبها طول الوقت، وبيحاول يثبت انها وحشة وانها بتتعمد تكسر قلب الرجالة. فبيقول لها جيل انت يا بنتي ده انت ملاك. فبتقول له بغض النظر يعني اني سبتك يوم الفرح وفضحتك قدام الناس وانك اتعقدت بسببي، بس بذمتك انا مستغله وحقيره زي ما هو بيقول. فبيقول لها لا طبعا انت ملاك ومش توكسيك اطلاقا. المهم انها بتنبه عليه ان لو إيك جاله وحاول يعرف منه معلومات عنها ما يقولش عنها اي حاجه. فجيل بيقول لها انا راجل كاهن وفي حالي وماليش دعوه بالكلام الفاضي ده. وبعد كده بتروح لوالتر وبرضه بتطلب منه ما يقولش حاجه عن فضايحها، لكنها بتتفاجئ ان إيك اصلا عنده وانه معاه صور فاسقه لماجي وهي في حفله وهي في الثانويه. فبيفضل إيك يضحك ويقول لها بقى برضه حد يتصور صور زي دي؟ فبتتغاظ ماجي وبتجيب اخرها منه، وخصوصا لما بيوقع بينها وبين باجي صاحبتها، وبيقول لها ان ماجي بتحاول تشقط جوزها، وده لان ماجي وجوز باجي قريبين جدا من بعض، يعني بحكم انهم كانوا زملاء في المدرسه. لكن ماجي بتقول لها عيب يا بت، ده انت جوزك ده زي جوزي بالظبط، قصدي زي اخويا بالظبط. وبتقرر تروح تفتش الاوضه اللي إيك نازل فيها في الفندق وتشوف كده هو ناويلها على ايه. وفعلا بتدخل اوضته وبتشوف انه جامع عنها معلومات كتير. وفي نفس اللحظه إيك بيفتح الباب فبتجري بسرعه تستخبى. فبيقول لها خدي هنا، تعالي هبله تعالي هبله، انا شايفك يا فنانه. لكنها مش بتسمع كلامه وبتخرج من الشباك. وتاني يوم بتدخل له الاوضه وبتتفق معاه انه هيكون معاها في كل خطوات تجهيزها لفرحها وهتسمح له يصورها. وبتتراهن معاه ان لو المره دي الفرح تم هينزل لها اعتذار باسمه وهيتكلف بكل تكاليف الفرح، وان لو الفرح ما تمش خلاص هتسيبه ينشر عنها الكلام اللي هو عايزه. فبيوافق إيك على كلامها. بعدها بتاخده على الورشه بتاعتها وبيعرف انها مهتمه بالحداده وبتحب تصنع ديكورات. وبعد كده بتوريله خواتم الزفاف بتاعتها. فبيقول لها والله انت تفتحي معرض، يعني طفشتي من 3 رجاله يا قادره وبرضه طلعتي بالخواتم. وبيسالها عن سبب هروبها من افراحها ال3. فبتقول له ان في فرحها الاول على الرغم من انها كانت بتحب جيل الا انها كانت صغيره وخافت من المسؤوليه. فبيسالها عن والتر، فبتقول له لا ده بقى دخل عليا ببدله حمراء وكان شكله مهزأ، فقلت لا ده ما ينفعنيش وهربت. فبيسألها عن جورج، فبتقول له لا بقى ده كانت امه حربايه وعقربه وحسيت انها هتنكد عليا فقلت اوفر على نفسي الفرهده. ولما بيسألها عن بوب فبتقول له لا ده قلبي قلبي قلبي، وبتعرفه انه تقدم لها في ماتش كوره وانهم بيحبوا بعض جدا ومتشابهين في كل حاجه، ده حتى ان اكلتهم المفضله هي البيض الاومليت. بعدها بتسأله عن حياته فبيقول لها انه ارتبط وهو صغير لكنهم اتطلقوا، ولسوء حظه ان طليقته تبقى مديرته علشان كده علمت عليه
عليه ورفضته. بعدها بيروحوا مع بعض يشوفوا فستان الفرح، ووقتها ماجي بتعجب بفستان لسه معروض جديد وبتطلب من البياعة إنها تأجره، لكن الست بتقول لها لا يا حبيبتي، أنا عارفة إنك كده كده هتهربي وإن مفيش جوازة هتتملك أبدا، فاكسكيوز مي بقى يا حبيبتي الفستان جديد وأنا خايفة عليه لا يتبهدل. فبتزعل ماجي، لكن إيك وقتها بيدافع عنها وبيقدر يقنع الست إنها تدي لماجي الفستان. وفعلا ماجي بتقيس الفستان، وساعتها إيك بينبهر بجمالها وبيفضل باصص لها بإعجاب كده اهو. بعد كده بياخدها المطعم وبيقابله بوب، وبيلاحظ إنها بتقلد بوب وبتطلب الأكل زيه، وده مش لأنها بتحب الأكلة دي، لأ بالعكس، ده عشان تثبت للكل إنها بتحب بوب وإنها المرة دي مش هتسيبه. وعشان كده بيزعل عليها وبيسيبهم وبيمشي، وبيروح يسأل جدتها عن سبب خوف ماجي من الجواز. فجدتها بتقوله إنها مش عارفة، وبعدين بتقوله يمكن عشان أم ماجي ماتت وهي بتولدها، وإن أبوها كان معظم الوقت سكران، فعشان كده ماجي اترعبت من فكرة الجواز. لكن ماجي بتيجي وبتقوله إنها مش خايفة ولا حاجة، وإنها هتثبت كده للكل بعد ما تتجوز بوب. بعدين بتعرف إن أبوها كالعادة سكران في حانة، فبتروح علشان تجيبه، ووقتها إيك بيقرر يروح معاها، وبيعرض عليها إنهم يسيبوا أبوها في العربية ويتمشوا هم سوا بالعربية لحد ما يفوق. لكن اللي بيحصل إن العربية بتعطل منه وبيضطروا يباتوا عند الجيران. وتاني يوم إيك بيقابل جورج بالصدفة وبيلومه لأنه كذب عليه في بعض المعلومات اللي قالها عن ماجي، وبيعرف منه إن ماجي كانت طول الوقت في علاقتهم لاغية شخصيتها وبتحاول تتأقلم معاه. وده بيأكد لإيك وجهة نظره، وإن ماجي طول الوقت بتحاول ترضي أهلها وتثبت لهم إنها مش خايفة من الجواز، لكن وقت الجد بتخاف جدا وبتهرب. بعدها إيك بيروح يقابل إلي وبيقول لها إنها كان عندها حق، وإن ماجي فعلا ما تستاهلش الكلام القاسي اللي كتبوا عنها، وبيكون واضح إنه معجب بيها. وفي نفس الوقت ماجي هي كمان بتكون متوترة وهي في حفلة توديع العزوبية بتاعتها، وبتقول لبيجي صاحبتها إنها حاسة إحساس غريب وإن إيك وحشها، وبتفرح لما بتلاقيه جاي الحفلة وبتفضل بصاله وهي مبسوطة. ووقتها أبوها وكل اللي موجودين بيفضلوا يتريقوا عليها وبيترجوها ما تهربش بقى للمرة الرابعة. وساعتها إيك بيدافع عنها وبيقول إنها في كل مرة من المرات اللي فاتت كانت لازم تهرب، لأن مفيش ولا واحد من اللي سابتهم كان يستحقها. وساعتها ماجي بتتأثر لأن دي أول مرة حد يدافع عنها. وتاني يوم بيروح معاها ومع بوب للكنيسة علشان يعملوا بروفا على الفرح، ووقتها إيك بيمثل دور العريس علشان ماجي ما تتوترش. وساعتها ماجي قلبها بيدق تجاه إيك، وأول ما بيقول لها do you love me بتقول له do you، وكل ده قدام بوب اللي بيقول لهم جرى إيه يا جماعة، هو أنا شفاف ولا إيه؟ وساعتها ماجي بتعتذر له وبتقول له إن ده غصب عنها، مشاعرها اتحركت تجاه إيك، تعمل إيه يعني؟ فبيتصدم بوب وبيقرر يمشي ويفسخ الخطوبة. وساعتها كاندي صاحبتها ما بتصدق وبتجري ورا بوب وبتعترف له إنها معجبة بيه وبتحبه. وسبحان الله بوب بيلاقي العوض كده في ساعتها. بعدها إيك وماجي بيقرروا يتجوزوا وبيكونوا في غاية السعادة، وحرفيا كل واحد فيهم بيكون متأكد من إنه لقى نصه التاني. وطبعا الكل بيكونوا مستغربين من الصحفي اللي جه يكشف الحرباية قليلة الرباية اللي بتستغل الرجالة، لكنه وقع في حبها واتجوزها. وبيوصل صحفيين كتير وبيكونوا متأكدين من إن العروسة ممكن تهرب للمرة الرابعة، لكن إيك بيقول لهم لا طبعا أنا وماجي بنحب بعض جدا. وفعلا ماجي بتوصل وبتدخل الكنيسة، والكل بيتصدموا وبيقولوا شكلها هتعملها بجد المرة دي ولا إيه وهتتجوز. لكن ماجي بتقول لهم مين دي اللي تتجوز، وبتترعب وبتخرج بسرعة وبتسيب إيك وبتخلي منظره عرة. فبيجري إيك وراها لكنها بتركب عربية شحن وبتجري بسرعة، وبيفضل إيك يجري وراها لكنه مش بيلحقها، وفضحتها بتبقى على كل لسان والجرايد بتكتب عنها. وبيكتئب إيك وبيزعل جدا بسبب اللي حصل، وده لأنه كان بيحبها بجد. بعدها ماجي بتقعد مع نفسها وبيجي بتجيلها وبتقول لها إنها غبية وإنها خسرت الراجل الوحيد اللي حبها بجد، وإنها مش هتلاقي زيه تاني. وساعتها ماجي بتراجع نفسها وبتقرر تروح لإيك وتعتذر له، لكن إيك مش بيكون طايقها وبيسألها ليه عملت كده معاه. فبتقوله إنها خايفة وإنها في كل مرة كانت بتهرب فيها من الفرح كانت بتحس إنها مطمنة، إلا المرة دي حست بالخوف أكتر وفهمت إنها مش هتطمن غير معاه، وده لأنها عرفت معنى الحب الحقيقي معاه. وبتقرر تنزل على ركبتها وبتقوله do you marry me، فبيقول لها do you طبعا.
عن المهزأ، وبيقرروا المرة دي يعملوا الفرح على الضيق، وأخيرا بتبقى الخمسة هي اللي تابتة وبتتجوز ماجي. والحكمة بقى اللي احنا طلعنا بيها من أم الموال البامبي المسخسخ ده: قومي يا بت واوعي تهربي من فرحك وتسيبيه، ده عريسك اللي ما صدقتي استطيه. وشكرا يا فندم.